كما كنعرفوا إخواني أخواتي، محور الشر بالنسبة للمملكة المغربية في أول الجزائر، ثم في إيران، وبدرجة أقل جنوب إفريقيا. هذا المحور ديال الشر في العوض أنهم يتعاونوا على أشياء إيجابية لتعود على الاقتصادات ديال هذه الدول أو السمعة ديالها حتى بالنفع، لكن وضعوا يديهم في يد بعضياتهم من أجل المعاداة ديال المملكة المغربية. كما كنعرفوا اليوم العزلة واللي كتخبط فيها الجزائر، واللي كتعتبر بالعزلة غير المسبوقة بسبب السياسة الرعناء ديال النظام العسكري الجزائري. أما بالنسبة لإيران فهي دولة منبوذة عند الكل، دولة واللي لا بغينا نقارنوا فقط التصرفات ديالها مع الدول العربية فهي تجاوزات الفكر الصهيوني بشكل كبير. وكل من يتنطع ويتحدث عن الإسرائيليين ويصفهم بالصهاينة، رغم أنني كاين شي حوايج كنوصفهم بالصهاينة وكاين أشياء أخرى كنهضر على اليهود، لأنه الفكر الصهيوني مش يرتبط فقط باليهود، وإنما الصهاينة كاين حتى الصهاينة ديال العرب، أصحاب ومبدعي العشرية السوداء، فهم الصهاينة ديال العرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فإيران اليوم وقعت على اتفاقية ديال عودة العلاقات مع السعودية وفقا لشروط ديال السعودية، ومن بين أهم الشروط عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية قبلته إيران. وفقط للإشارة وبخلاف ما يروج له النظام العسكري الجزائري، فإيران هي اللي طلبات. إيران كانت مجبرة أنها تطبع العلاقات ديالها مع السعودية. أحمد عطاف ومجرد ما خلف الرحالة الفاشل رمضان العمامرة، فكانت أول نقطة أنه يطرح عديد الأسئلة بخصوص هذا الموضوع، فبغى يعرف واش فعلا إيران يعني ملتزمة 100% بهذا الاتفاق أو لهذا الشرط السعودي، أو لا النفاق في العلاقات مع الدول كيف ما كيعمل النظام العسكري الجزائري اليوم. وبعث له رسالة واللي ما يمكن لنا إلا نعتبرها رسالة ديال تملق، بغى يشوف إيران فين واصلة، واش بالفعل انحازت للطرف السعودي. ولما كنقولوا الطرف السعودي فهي يعني كتقترب بشكل كبير من المملكة المغربية، وفي نفس الوقت النظام العسكري الجزائري فقد واحد الحليف استراتيجي واللي كان كيهدد مصالح المملكة المغربية صباح مساء. غادي نقرأ عليكم إخواني أخواتي أهم ما جاء في هذه الرسالة، لكن الحقيقة في واد، وما تم الكشف عنه في هذه الرسالة ففي واد آخر. هنأ أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجزائر الجديد على تعيينه في هذا المنصب، وتمنى له النجاح في مهمته الجديدة. للإشارة فالمكالمة كانت من عند عطاف، غير من عيط له فهنبو، لو أنه ما عايش ما كانش غادي يهنبو. وتبادل أمير عبد اللهيان ووزير خارجية الجزائر في هذه المحادثات التهنئة بشهر رمضان المبارك، وتبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية، وكذلك التطورات الإقليمية والدولية بما في ذلك التطورات في فلسطين. اش من عام ولا اش من حقبة ولا اش من قرن كان النظام العسكري الجزائري كيتبادل مع الدول مباحثات بخصوص الاتفاقيات والتجارة وإلى غير ذلك. النظام العسكري الجزائري لا يتباحث مع الدول إلا من أجل الإساءة للمملكة المغربية إلى غير ذلك. وفي هذه المباحثات أبلغ وزير الخارجية تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحارة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ودعا وزير الخارجية الجزائر لزيارة طهران، الأمر الذي رحب به عطاف، أكيد غادي يرحب به. بدوره نقل وزير خارجية الجزائر تحيات كبار المسؤولين في بلاده إلى كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا الاستعداد لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران بمختلف الابعاد. فكيف ما كنعرفوا بانه الدبلوماسيه يعني جزء كبير ما تيتمش الكشف عليه، ممكن انك توصل له من بعد من خلال الاستنتاجات او لا كيتم الاعلان عليه في مراحل متقدمه. لكن الحقيقه هو انه الجزائر لما شافت بان ايران وقعت على شروط فكتشوف راسها بانها فقدت واحد الحليف استراتيجي في معاداه المملكه المغربيه، وبالتالي فهاد المباحثات اما غيكون التلميح فيها لانه ما يقدرش عطاف عاد قال بسم الله غادي يزرب على هاد وزير الخارجيه الايراني بخصوص هذا الامر، او لا داروا يعني مباحثات بالتوازي بطبيعه الحال حتى
ايران تعطي الضوء الاخضر لهذا الدبلوماسي الجزائري او لا في هذه الزياره اللي اكيد رحب بها عطاف. وهنا عاد غادي يشوف يعني كيفاش ايران انها تقدر تساعد الجزائر او لا شافت راسها بانه الطريق اللي سلكتها فما هي الا طريق الخطا. فكيف ما كنشوفوا بانه اليوم النظام العسكري الجزائري مش غادي نقولوا اصبح محاصرا من طرف اصدقاء المملكه المغربيه، وانما اصبح محاصرا بسبب سوء ديال الاعمال ديالو. فحتى الحلفاء ديالو الكلاسيكيين فهما اليوم يعني كيقولوا لهذا النظام باي باي، لانهم عرفوا بان الطريق اللي غاديين فيها طريق خاويه كما كنقولوا. بالنسبه للموضوع الثاني، لما كنرجعوا بعد شيء الى الوراء وكنهضروا على الاحداث ديال الكركارات، فما يقلق النظام العسكري الجزائري اليوم واللي صابوا بالهستيريا هو انه هذا النظام تسرع بشكل كبير، فاعطى للمملكه المغربيه واحد الفرصه لا تعوض، وكان هذا هو السبب في التطهير ديال معبر الكركارات من المرتزقه ديال بوليزاريو. هذه اولا. تم تحييد جزء كبير من المنطقه العازله، لاول مره الدرون غادا تخدم في الاجواء ديال المنطقه العازله واللي دارت بندر. لكن الكثير من الاخوان المتبعين لهذه القناه او قنوات اخرى كيظنوا بانه تم تحييد المنطقه العازله بشكل نهائي. هذا خطا. المنطقه العازله تم تحييد ديال الجزء الكبير منها، لكن كاين اجزاء كبيره واللي مازال اليوم كيدخلوا ليها العربات ديال البوليزاريو، الميليشيات ديال البوليزاريو الى غير ذلك. السبب اخواني اخواتي بانه المغرب يعني قام بتطهير ديال الاهم، لكن خلى واحد المجال فين يرتكبوا هذا البوليزاريو بعض الاخطاء واللي تعطي المملكه المغربيه الذريعه باش انها تساري مع المنطقه العازله. واليوم اخواني اخواتي سقطوا في هذا المشكل. غادي نقرا لكم اخواني اخواتي احدى المقالات واللي تطرقات لهذا الموضوع، وغادي نشوفوا حجم الصدمه واللي اليوم كيعيش فيها النظام العسكري الجزائري بعد ما دخلت الامم المتحده على الخط. وفقط وللاشاره فالبعثه ديال مينورسو اللي هي الممثل ديال الامم المتحده هناك راه ما عندهمش اسلحه، الناس اللي كيشوفوا كيراقبوا كيرفعوا التقارير. كاين التزام تام، وهذه السياسه ديال المملكه المغربيه، التزام تام من طرف القوات المسلحه الملكيه، لكن في نفس الوقت لما كيتم ارتكاب ديال الخطا في جهات اخرى فكيف ما كنقولوا كيقدموا هديه من ذهب. يقول المقال: أدانت الأمم المتحدة عرقلت البوليزاريو لقوافل الإمدادات المرسلة إلى بعثة المينورسو بالصحراء المغربية. يعني في هذاك الشريط اللي بقى كيف ما تنقولوا باقي يعني كيدوروا فيه البوليزاريو غير مؤقتا باش انهم يتورطوا. فلما كتكون شي قوافل باش انها تمد هذه البعثه ديال المينورسو، لانه الناس بحالنا كياكلوا كيشربوا كيلبسوا كذا الى غير ذلك، خاصهم وثائق خاصهم ملفات خاصهم بزاف ديال الاشياء. فهذيك القوافل اللي كتبغي توصل من هذه الاشياء هذه، فالمعتوين ديال البوليزاريو كينوضوا كيعرقلوها. شوفوا الغباء، ما قدروش يوصلوا القوات المسلحه الملكيه ولاو كيلعبوا مع ناس ديال الامم المتحده مراقبين واللي ما عندهمش حتى السلاح. فهنا غادي نرفعوا تقرير وغادي تتم الادانه على الفور من طرف الامم المتحده. وقال المتحدث باسم الامين العام للامم المتحده ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي انه قد تم التوصل الى اتفاقات لارسال قافله جديده في اسرع وقت ممكن الى الوحدات التابعه للبعثه بهذه المنطقه. واشار المتحدث الاممي الى ان المينورسو اجرت مناقشات مع الاطراف لمعالجه القضايا المتعلقه بتسليم الامدادات الى وحداتها المنتشره بالمنطقه، موضحا ان سبب التراجع ديال تحركات القوافل البريه يعود للقيود التي تضعها البوليزاريو منذ احداث الكركارات في نوفمبر 2020.